النهاردة حبيت اعمل لكم وصفة البيتزا وكمان تنفع تعمليها كده احجام صغيرة، كمان تنفع للمدارس. هتعمليها بمنتهى البساطة بعجينة هشة وقطنية، وهوريكي طريقة العجينة بتعمليها ازاي عشان تطلع معاكي اسفنجية كده وجميلة وطرية وتطلع معاكي جميلة. اول حاجة مبدئيا كده عايزة لايك وشير الفيديو عشان يوصل للناس كلها وتبدأ تعمل الوصفة الجميلة بتاعة البيتزا. اول حاجة هعملها انا هجيب عجان هنزل فيه كوبايتين لبن، وعلى حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها في مقدار الدقيق. لو هتعملي نص كيلو دقيق هتحطي كوباية لبن واحدة، وهحط معلقة سمنة او زبدة، وهحط باكو خميرة، هحط معلقة كبيرة سكر، وهحط معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان ده بيخلي العجينة كده هشة وقطنية وبتبقى عاملة زي السفنج. اول حاجة بس مبدئيا هضرب كده المكونات السائلة عشان ادوب السكر مع الخميرة كويس جدا، وبعد كده هبدأ احط بقى الدقيق بتاعي. وده كان مقدار كيلو دقيق عشان انا قسمته نصين، نص عملت منه البيتزا ونص عملت منه الوصفة اللي فاتت اللي كانت معايا العيش الفينو. فانا دلوقتي بقى هقلب كده المكونات زي ما انتوا شايفين، فهحتاج لكوباية لبن تاني لان الكيلو الدقيق دوت اخد معايا 3 كوبايات لبن. ولو مش متوفر عندك ان انت تقدري تحطي اللبن كله ممكن تحطي ميه بس، او ممكن تحطي كوباية لبن وبالباقي ميه، يعني حسب ما انت محتاجة او حسب ما انت عايزة. الاتنين هيخلوا العجينة حلوة. هضربها لغاية لما تطلع معايا بالطريقة دي، هضربها لمدة تلت ساعة 20 دقيقة بالظبط عشان تطلع معايا بالطريقة اللي انتوا شفتوها. بس هسيبها بقى ترتاح معايا كده تخمر معايا لمدة ربع ساعة حسب درجة حرارة الجو اللي احنا فيها. لو في الصيف هتخمر معاكي بسرعة، ولو في الشتاء هتقعد معاكي ساعة الا ربع في التخمير. بس هجيب بقى الصواني اللي انا هخبز فيها، هحط بقى كل صينية هحط فيها الكورة بتاعتها. الكورة ديت اللي انا مقسماها دي مقاس البرتقانية، فخليتها كلها مقاس واحد. طبعا نص كيلو دي عمل لي بقى 5 وحدات من البيتزا، صواني كده المقاس اللي انتوا شايفينه ده. بس الصراحة طلعت جميلة جدا ويعني في منتهى الجمال. طبعا اي حشوة انت تفضليها، انا طبعا حطيت صلصة البيتزا اللي كلنا عارفينها، وانا عملتها في وصفات كتير قوي في القناة عندي وصفة البيتزا، وهتلاقوا طريقة تحضير الصلصة بمنتهى البساطة. حطيت جبن بقى ميكس جبن، وطبعا كان عندي زيتون، ودي كان شكل البيتزا معايا. يعني عايزة اقولك كانت طرية هشة وقطنية جدا. العجينة بجد قطن يعني جميلة جدا. ممكن تعملي منها زي ما قلتلك بيتزات صغيرة تنفع بقى للمدارس تحطيها في اللانش بوكس للأطفال. فبدل ما يشتروها من بره وما تعرفيش حاجة معمولة ازاي، لا اعمليها على ايدك في البيت وحطها لهم كمان في